واش نير اوتوماتا فير 1.1a او النسخه 1.1 الف كيستحق نتفرج فيه؟ الجواب في اقل من دقيقه ونص. هاد سلسله الانمي ديال 2 مواسم حاليا، كل واحد فيه 12 حلقه مخلصه للعبه الالكترونيه المقتبسه منها، واللي كتحكي القصه ديال الارض مرامه تخوات بسبب هجوم ديال حضاره فضائيه استعملت الروبوتات لاباده الانسانيه. مجموعه صغيره من الناس اللي قدروا ينجاو بنات قاعده في القمر وطورت وحدات قتاليه متقدمه على شكل اندرويد شبيهه بالانسان وبالنساء بالاخص، حيت كلشي عارف اش كيدور في الدماغ ديال اليابانيين. هاد المحاربات سميتهم يورها، متبوعه بالكود الفردي ديال كل وحده. كنتبعوا اذا المهام ديال يورها نمبر 2 تايب بي، البطله اللي صيفطوها للارض تحارب العدو وتساعد المقاومه البشريه اللي بقات على السطح. الجيم واعر عادي اذا ان الانمي اللي مبازي عليه حتى هو يكون متوفق في التحريك والاستعمال ديال التقنيات ثلاثيه الابعاد والقصه والامبيونس عامه، ولكن الا ما كنتيش فان ولا ماشي جيمر صعيب يكون عندك اي ارتباط عاطفي لاي شخصيه، وهذا هو المينيموم الا بغيتي تستمر في المشاهده من بعد حلقه او جوج. وبلا ما تسولني علاش محاربه كتحتاج الضرب بصايه قصيره فيها الدونتيل ولي باك حلين والطالون، زعما الدراري ديال سكوير انيكس من نيتكم. المهم انمي واعر، ولكن حيت ما حرك فيا انا شخصيا والو، على عكس غوست ان ذا شيل، ايرغو بروكسي ولا دي اني ماتريكس اللي حتى هما تطرقوا لاسئله فلسفيه شبيهه حول الحياه الاصطناعيه، كنعطيه غير 2 على 5 وكنصح به غير المحبين ديال اللعبه. الاخرين غير كملوا طريقكم.